أهلا وسهلا بكم في قناتكم نيزو شانيل. كلنا في رمضان كنقلبوا على التحليات اللي نرافقوا بهم الطبيله ديالنا واللي كيجيو بنان ويكونوا ساهلين في الخدمه. اليوم جبت لكم كنافه ساهله في الخدمه وكتجي بنينه وغزاله، ما تشبعوش منها. تابوناو وفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد، ديروا كومونتير وجيم ويلا نشوفوا الوصفه. كناخذوا اول حاجه الكنافه كنقطعوها بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوا معايا. صدقوني هاد التحليه كتجي زوينه، غير جربوها على ضمانتي وسهله في التحضير. كناخذوا مقيله كنديروا فيها شويه ديال الزبده، من بعد ما كتذوب لينا الزبده كنديروا فيها هذيك الكنافه اللي قطعنا وكنبقاو نحركوا فيها على نار مهيله باش ما تحرق لناش. غير كيتبدل اللون ديالها وكيولي بحال هكا ذهبي بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوا معايا دابا، غادي نضيف ليها معلقه ديال السكر كلاصي. بالنسبه للناس اللي كيبغيو حلاوه ممكن يديروا 2 معالق، انا كنبغي الحلاوه تكون شويه ناقصه. صافي كنبقاو نحركوا دائما على نار مهيله حتى كيتخلط لينا السكر مع الكنافه. كنطفيو عليها وكندوزو نوجدوا الكريمه. كناخذوا كاسرونه نديرو فيها نص لتر ديال الحليب، كنضيفوا معلقه كبيره ديال الكريم باتيسير اولا ديال الشا على حسب اللي متوفر عندنا. كنضيفوا فلون ديال الفاني، انا ما غاديش نزيد السكر لان ديجا هاد فلون اللي دايره انا فيها السكر، فإلا عندكم العاديه ضيفوا 2 معالق ديال السكر. غادي نضيف عاوتاني نص معلقه ديال الفاني كينسم اي حاجه وكيجي لذيذ كيبقى كلاسيكي، و200 مليلتر ديال لا كريم فريش. هاد الوصفه ما كاينش ما سهل منها، دغيا كتوجد وكتجي بنينه. من بعد ما كيعقاد لينا الخليط حنا ما نحبسوش التحراك، صافي ملي كيعقاد الخليط كنطفيو عليه وندوزو نوجدو الزليفات ديالنا اولا الكويسات ديالنا باش غادي نقدمو. كنبداو اول حاجه بطبقه من الكنافه المقرمشه اللي صايبنا مع بعضياتنا، وكنضيفو عاوتاني هنايا الكريمه في الطبقه الثانيه. كنحاولوا نوزعوا هادشي بالتساوي. اما بالنسبه للطبقه الثالثه فما غاديش نضيفوها حتى كتبرد لينا هذيك الطبقه ديال الكريمه، عاد باش غادي نضيفو عاوتاني الكنافه من الفوق. من بعد ما بردات لينا انا دابا كنضيف في الكنافه. كنتمنى تجربوا هاد الوصفه، حيت فعلا الا مشيتوا حتى جربتوها غادي تولي عندكم ادمان وغتولي دائما كديروها، خصوصا انه في رمضان كنبغيو يا اما كنتسحروا بها يا اما كناخذوها من ورا العشاء اولا كتحط في الفطور، فدائما كنحتاجوا للتحليه. من بعد ما وجدات انا زينتها بالكراميل وزينتها بالفرامبواز، كل واحد ممكن يزيدها بالطريقه اللي بغا. كيجيو غزالين ولذاذ مقرمشين وما تشبعوش منهم. جربوهم وانا متاكده غادي تعجبكم، وما تنساوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بالجديد، وما تبخلوش علينا بكومونتيراتكم ورايكم في الوصفه. وبجيم سلامه الوصفه الجايه ان شاء الله.